هذا مبنى مستشفى ياس كلينيك، سمعتوا عنه من قبل؟ أنا عن نفسي سمعت عنه اليوم وتفاجأت بالشغلات اللي يقدمها. هذا المركز المشغل من قبل مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية، وتوني عرفت أنه المركز الوحيد لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، والمعتمد من دائرة الصحة في أبو ظبي، وفيه كل التخصصات. هذا المستشفى مدعوم بدراسات من باحثين من مختلف دول العالم، واللي يفوق عددهم أكثر من 25 باحث. تخيلوا، بدخل معاكم داخل وبعرفكم عن قرب من الدكاترة والأطباء الموجودين، بيخبرونا أكثر عن فوائد الخلايا الجذعية وعن خدمات مستشفى ياس كلينيك في مدينة خليفة في إمارة أبو ظبي. دكتورة ميسون الكرم، الرئيس التنفيذي الطبي في مستشفى ياس كلينيك في مدينة خليفة، ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذه المعلومات الأكثر من رائعة عن النتائج وعن الحالات اللي استفادوا